مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير ان شاء الله. قبل ما انه اروح انظف يعني الاستقبال اللي اشوفكم الكارثة اللي صايرة، ولو ما يخالف زين. فراح اسوي الغداء اخليه بصفحة وافوت اكمل شغلي. هنا عندي دجاج، عندي صويا صوص، هاي الصويا صوص زين. وهنا عندي تتبيلة، ثوم مهروس، ملح، كمون، فلفل، بابريكا، وفلفل شوية حار زين. هسه راح نخليهم كلهم هنا. طريقة كلش سهلة مال التتبيلة هاي الدجاج، وطريقة عملها همينة كلش سهلة. طبعا واني سويت تمن وبامية، قلت خلي اصور وياكم التتبيلة مع الدجاج، ولو الدجاج بعده جامد ما مايع هواية، لانه يعني ما صورت انه اسوي هاي، بس طلعته قلت لا اسيدوب زين. وراح نضيف الصويا صوص وياهم ونخليهم فرد شوية، ونروح بعدين على الطبخ. بس اهم شي احنا شنو اللي نسويه، لازم نخلط كل شي مع بعض بهذا الشكل. قلت لكم ولو اني يعني مطلعتهم بس بالثلاجة، يعني مو خارج الثلاجة، بس ظلوا بعدهم باردات يعني وجامدات. قلت على اساس يا اسوي حمص يا بشوف بعدين، قال لا سوي لنا تمن وبامية، انا عندي مجمدة يعني طلعتها. هسه راح اخليهم بصفحة. هسه راح ناخذ مقلاة، بعد نص ساعة تقريبا خليتهم. راح ناخذ مقلاة ونروح على الطباخ، نسوي الخطوة الأولى، بعدها نرجع على الخطوة الثانية. الخطوة الثانية شنو عندي؟ ثوم مهروس، بصل، أي نوع بصل، أنا عندي بصل أحمر، وعندي بطل السودا، هذا اللي بدون نكهة، بطل سودا راح استخدمه بهاي وصفتنا. يلا هسه نروح على الطباخ. هسه هنا على الطبخ، طبعا البامية على الطبخ تستوي، وهنا عندي الأرز كمل عندي. هسه عندي هنا مقلاة وخليت بيها من الزيت، راح اجي اقلي بس الفخاد شوية. هنا راح اضيف البهار اللي داخله، بس اقليهم هيك تقلاه بسيط هيك حتى اقلوهم. الكمل عندي كمل بزيته وكامل جاهز، وهنا عندي البامية بعدها تفوته جاهز. شوية اخلي الغطا حتى لا يطفر من الزيت والهاد. طبعا واني قاعدة اشتغل اشرب قلاص الشمندر، ما انسى ابدا مستحيل انسى، يوميا لازم قلاص. طعمه لذيذ. هسه بعد ما انطوني هذا اللون، هسه راح اشيلهم من المقلاة. هاي الطريقة الاولى، بعد راح نسوي طريقة ثانية، راح نشيلهم كلهم، بس انا قليتهم شوية. بنفس المقلاة راح نضيف البصل اللي عندنا، ونضيف من الثوم المهروس همين شوية. شوفوا بنفس المقلاة بس شوية هذا الشكل اسويه هنا، بس يقبل عندي البصل شوية، اي نوع بصل، بس انا اختاريت البصل الاحمر. اخليه يذبل بس يعني يستوي شوية. هسه هنا بعد ما استوى عندي البصل راح نرجع الدجاج عندي، نرجع الدجاج اللي احنا سويناه على البصل هذا الشكل. هسه والنار ناسية راح نضيف لها هاي السودا، طبعا وملح وبهارات. هاي احنا خلينا للدجاج كله كامل
واذا انتم تحبون تضيفون بعد من البهارات او الملح انتم بعد براحتكم. هسه راح نضيف بطل الصودا اللي عندنا او على نار نافذة ونخليهم يستوون. هسه بعد ما خليناه بهذا الشكل هسه راح نغطي عليه ونخليه يستوون على راحتهم. خلاص ها هي كمل الدجاج عندي، خليهم يتحمصون ويستوون. وتقدرون تخلوها بالفرن اذا انتم تحبون تخلوها بالفرن عادي همينة تصير، بس اني لا على النار هسه على كيفها. راح تستوي. على ما نروح نسوي لنا كم شغلة ونرجع لها. وهسه صار عندي جاهز الدجاج واستوى كلش كلش كلش. وشوفوا لي المنظر، طبعا هذا الصوص مالته طعمه رهيب. هسه راح نقدمه. شوفوا لي الشكل، يعني المنظر لا يقاوم. شوفوا لي اياه. وهسه شويه من رشه البقدونس على الوجه او الكرفس ينطيه منظر بعد اروع. شوفوا لي المنظر، شوفوا لي الشكل رهيب والريحه لا تقاوم. هسه طبعا هنا عندي الارز هم كمل عندي بهذا الشكل. الارز جميل زينه، لازم لمساتي هذه حتى لو كان هيك احب ازين. فهنا وعندي الطرشي. شوفوا لي البانية اللي سويتها رهيبة. وهذا اكيد طبقنا راح ناخذ من عنده. بسم الله. راح ناخذ من عنده هذا الصوص الجميل. تقدرون تاكلوه ويا الخبز انتو براحتكم، بس ريحته مشهية. وليا راح نتذوقه. وشوفوا لي اللحم، اللحم مستوي كلش. بسم الله. لذيذ لذيذ لذاذة. والنكهة ونكهة البصل وياه شي مو طبيعي، ويا الأرز أكيد ولا أروع. بسم الله. جربوا الطريقة ما راح تندمون. يلا هسه راح نروح نتغدى وبعدها ارجع اكمل التنظيف ان شاء الله. حبيتوا هذا الطبق السهل والبسيط والسريع، هيجي ما حابه تسوين اشياء او هاي سوي هذا الطبق كلش لذيذ. والبامية حارة كلش والاكل والاجواء وياه كلش طيب. هيجي اكل. يلا هسه راح نروح نكمل غدا ونرجع نكمل تنظيفنا ان شاء الله. هسه راح نفتح باب الاستقبال. البارحة كانوا ضيوف عندنا، خلينا نشوف شنو اللي مسوي. شوفوا لي الهوسة. البارحة كانوا أصدقاء حذيفة موجودين هنا. زين شوفوا لي الهوسة، لأنه عطلوا فراحوا الغير محافظة فعزمهم قبل ما يروحون. شوفوا لي الهوسة ما أقول لكم. شوفوا. فيلا ما مشكلة، المهم قعدوا وتونسوا وهذه أهم شي هذا. زين وهنا اليوم راح أشيل هاي شجرة كريسمس. طولت يعني كلش طولت لأنه والله ما صار بيدي مجال. زين فهاليوم راح أشيل لما إنه هاي الهوسة موجودة اليوم، كل هاي الهوسة. فهسه راح نبدأ نشيل ونعزل قهوة وشاي وكيك. هاي الكيك أنا سويتها ما شاء الله، البقسم ما شاء الله. زين ألف عافية يا ربي. أهم شي هم يتونسون كل شي ما أريد، يعني قاعدة وهيجي وقعدة شباب ومتونسين كلش. يلا هسه أبدأ أقوم أشيل كل هاي الهوسة، أشيلها وأبدأ أفتح شوية الشبابيك والجوام يعني البردات
ونعزل ونشيل هاي الهوسة كلها. يلا ونبدأ إن شاء الله. اللهم بلغنا شعبان ورمضان لا فاقد ولا مفقود يا رب العالمين. شوفوا ذولا بس يصيحون وز 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 وز. توتو توتو كوكا ليمونة. يلا خلي أشوف الأجواء. الصبح كان عندنا ثلج نازل، هسه لا ماء مو هواي زين. مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله. اليوم حابة إنه يعني أرتب شفتوا الهوسة قبل ما تشوفوني هسه زين. شفتوا الهوسة وشفتوا الشي اللي صاير. فهسه راح أبدأ انه اشيل شجرة كريسمس لان هواية طولت، وهمين ارتب وعندي نباتات همين يحتاج لهم رمل، فراح اضيف لهم من الرمل. نبدأ خلونا نشيل هاي الاشياء وشوية شوية نرتب اني وياكم. تعالوا وياي لان اهم شي عندي هاي المكان زين. انتو شفتوا الفيديو السابق شوفتكم انه غرفتي شلون رتبتها وهاي، فوراها همين سويت مع الاولاد بس بعد ما صورت لكم اياهم الصراحه زين. يعني ما صورت انه الترتيب، قلت بس انه اني مكملتهم ها هي، يعني الكل يعرفون انه يرتبون وينظفون وهاي. واحد مرات ما عنده شيء يقعد يسوي او يرتب. فهسه خلوني اكمل هاي الهوسه. اول شيء اشيل الغراض اوديهم للمطبخ، بعدها اجيب النبتات شجره كريسمس نشيلها نكفيها هي زين، ونخلي النباتات بيهم رمل لانه كلش عندي يحتاجون من الرمل. يعني تشوفون نزلوا لما اجيت هنا ضفت لهم، بس هسه نزل الرمل مالتهم فلازم يحتاج لهم. عندي نبتتين حذيفه همينه جاب لي اياهم زين، فهمينه يحتاج لهم من الرمل. تعالوا او السمك، تعالوا هسه وياي نكمل. هسه شلت الشجرة وهسه قاعدة اخليهم. شوفوا كلها من وراها ما خلت شي، كلها وقعتها بس اريد اشيلها زين. فهسه شوفوا هسه همينة وتلعب بيها ما خلت ولا كرة. شوفوا هذول يصيحون هماتين ازعاج. شوفوا هسه انا شلتهم وراح اضمهم ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين على السنة الجاية ان شاء الله. ونبدأ بعدين ان شاء الله وما بقى شي. يعني اليوم احنا برجب 14 زين، فما بقى شي همين رمضان. فهسه لازم اشيلهم هذول كلهم اخليها بالصندوق مالتها واكمل. هنا جبت رمل، اريد هذول القحوفة هذا النبات وهذا الثاني شوفوا اريد ابدل القحوفة مالتهم واخلي لهم رمل زايد، فجبت رمل وكلهم يحتاج لهم رمل. فجبت لهم، فراح اعبيهم من الرمل وياهم خطية لانه حتى يعني يكثر الرمل مالتهم لان داس لي جوا، فقلت خلي اعبيهم همين ما دام انه اني راح انظف وهاي نفس الدرب. فهسه يلا كمل. صراحة باردة مو مال انه اخلي النبتات برا واسوي الرمل، يعني كلش باردة. راح اسويها وبعدين المهم، يعني ما تعرفون شلون برد برا. باردة كلش باردة برا كلش. هذول احتاجهم برد. شلت هسه الغراض وشلت اللي عندي. شوفوا عندي هاي النبتة، شوفوا حبيبة جاب لي اياها، فشنو يحتاج انه ابدل لها القحف، اخلي لها القحف اكبر. فعندي هذولا شوفوا عندي 2 من هذولا كبار. هو يراد رمل من برا يعني من الحدايق، بس ماكو حد يعني يجيب لي. فهسه خلي استغله واعمل بهذا هسه، وبعدين لما يحمى الجو شويه
هاي هسه كملت هذولا الاثنين. هسه راح اشوف الباقيات اللي عندي شنو اللي بيهم قليل الرمل مالتهم، حتى بعدين امسح هاي المكان من هنا وامسح الارضية. شوفوا هسه تاني هيج شلت الغراض المواعين والغراض والهاي، فظل بس مسح شي قليل وتوتيات انظفهم. شوفوا لعد تسمعون صوت قدر تريد تدخل علي، قلتلها نامي ما تخبل تريد تفوت علي. يلا خلي اشيل هذولا وارجع لكم. هسه بعد ما كملت هذولا ومليت اللي عندي كلهم، همينة مليتهم من الرمل كلهم املوا. هسه عندي هسه ظل امسح تحت التلفزيون، هاي الاشياء كلها امسحها وامسح القاع واشوفكم نهايته وشوفولي اخر شي. وهاي بعد ما كملت كل شي. شوفوا القحوفة كبرتهم مثل ما شفتوا، بس خليت هاي القماش حتى لا تطلع اللون مال يعني القحف. شوفوا لي اياها زين. هاي حذيفة جاب لي 2 من عندهم، بس وحدة هذيك اوراقها كلها وقعت، ما اعرف لانه كان قحف صغير ما ادري، بس هاي الحمد لله ما بيها شي زين. وهنا هذول كلهم مسحتهم. طبعا ما خليت لا نشرات ولا اي شيء، لانه قلت خليها على يعني على شهر رمضان ان شاء الله، يوم نرتب اذا الله خلانا طيبين زين. وهنا همينه قحوفه غير من مكان توتيات كانوا هنا، قلت هذول يعني توتيات مغبين هاي النبات، فجبتهم من هنا قلت حتى يبقون بوحده. مهمينه من مرات يصير عليهم طوز، النبات هذاك كله يصير عليه طوز زين، يعني من عندهم حجر مثل الحجرة هيك ياكلوها مثل الجص، فهاي مني ياكلوها النكت ماله كله يطير، مو هم بجناحاتهم همينه ويطير على النبات كله. فغيرت المكان قلت هناك ماكو كل شي، حتى من هاي راسا امسحها زين. وهنا المبخرة والنبتة مالتي اشياء كلش يعني ما خليت شي هوسة زين. وهنا هاي النبتات اللي عندي شوفوا ما شاء الله يعني كلش علت وطولت زين. وهذا كان اليوم تنظيفنا السريع البسيط، مسحته كله. شوفوا لي اياه زين، شوفوا لي الجمال صار والنظافة والاتكيت، يعني هيك واحد يرتاح نفسيا زين. فشوفوا لي، شوفوا الساعة ايش قد الساعة 7، على ما انه اني خلصت وكملنا وتغدينا الحمد لله يعني. فهذا كان يومنا. وهاي مثل ما شفتوا هذا يومنا انتهى، وكملنا ترتيب، كملنا غدا وتغدينا، وان شاء الله نال اعجابكم. هسه اروح اخذ دوش وارتاح، وخلص يومي وخلص التعب والشغل مال هاليوم. ان شاء الله حبيتوا الفيديو استفاديتوا منه هيجي. وطريقة عمل الدجاج كلش طيبة، يعني قد ما توقعوا طيبة. جربوها، بعدني مفتوح الباب لانه مخليته قلت خلي شوية هاي لما انهي كل شي اسد الباب البلكونه، خلي شوية الجو يتغير بالهول هنا. فهسه ورا ما اخلص اسد باب البلكونه، افوت اخذ دوش، وها هي يخلص يومي. ومثل ما قلت لكم جربوا طريقه عمل الدجاج والتتبيله اليوم اللي اني سويتها، روعه ما ينشبع من عندها. ان شاء الله استفادوا من الفيديو، لا تنسوني اللايك والاشتراك، وانا احبكم هواي. مع السلامه.